السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مازلنا مع حلويات العيد. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفه ولا حلوه جزائريه تقليديه معروفه بزاف اللي هي مقروط اللوز. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. وقبل ما نبداوها نصلي ونبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دونك هنا نحتاج 500 غرام لوز. انا راح ندير كميه قليله. 500 غرام لوز هكذا مرحينه شريته هكذا. ما تغربلوش ولا خليوه كما راه، حبه خشينه وحبه رقيقه، مش ما لازمش يكون رطب بزاف. نص اللوز يكون سكر، يعني 250 غرام سكر سمول هكذا حبيبات. وزيدوا مبشور الليمون بزاف. انا درت زوج حبات كبار مبشور، زوج حبات كبار، تقدروا تروحوا حتى لثلاثه. وهنايا عندي زبده ذايبه وبارده، درت ربع مغارف كبار حتى الخمسة، يعني 100 غرام لوز مع يقابلها مغرفة زبدة ذايبة وباردة. خلطوا كلش مليح، اللوز والزبدة والسكر فوالا. ومن بعد نبدا نلم بالبيض. هنا بيضة كاملة ومعها زوج صفار. نبدا هكذا بيضة كاملة وزوج صفار، ومن بعد نزيد بشوية. ما تروحوش تلوحوا البيض مرة واحدة ومن بعد يجيكم اللوز جاري، باسكو اللوز ما يشربش مش كما السميد. دوكا هنا نبدا نزيد بشويه ونطم ونشوف. هنا نزيد بيضه كامله. بعد في الاخر نقول لكم قداش دالي كامل هكذا نطم. ما نقدرش نوريكم الفيديو كامل، راني نحذف منه حوايج ولا نسرعو. هنا هي صابا ولات طريه. دالي وكل زوج بيضات كاملين وربعه صفار، وانا البيض تاعي شويه صغير. دوك نتوما شوفوا البيض العاد كبير ولا، روحوا بالعقل. شوفوا هنايا كيفاش راهي طريه، ودلكوها بالكف هكذا واحد زوج دقائق ثلاثه، باش مع السخانه تاع اليد يذوب السكر هذاك ويزيد يعسل لكم اللوز. وزيد طرى لكم هاكم تشوفوا كي تدلكوها كذا شويه تزيد يزيد يولي طري العقده هذه تاع اللوز. من بعد لموها. انا لميتها هكذا ونديرها في فيلم اليمونتير ونديرها في الثلاجه الليل كامل. راني نخدم عند المغرب يعني في العشوه، خليها تريح الليل كامل. هذا اللوز هذا يحب يريح الليل كامل. هنا نجي الغدوه من ذاك نبدا بالسيرو، كاس سكر وزوج كيسان ماء. نحرك مليح، نزيد دي ترونش تاع قارص تاع الليمون ولا سيترون وحطوه فوق النار. هو يبدا يغلي وانتوما حسبوه 15 دقيقه حتى يبدا يغليه. حسبوه 15 دقيقه وطفيو النار وخليوه يبرد تماما. ومن بعد نجيب العقده تاع اللوز اللي خرجتها من قبل باش تحمى شويه من الثلاجه ويتنحل هذيك البروده. قسمتها على زوج باش تساعدني في الخدمه. ونبغوا لو بلون طرافاي، عاونوا روحكم بالفرينه، ما تكثروش فرينه بصح عاونوا روحكم باسكو يلصق العقده هذه راهي تلصق في البلون طرافاي. وشكلوا حربوش كما تاع المقروط فوالا هكذا. ابخي نتوما الخشانه نتوما لي واش حبيتو. انا حابه نديرو متوسط، مش حبيتها كبيره بزاف. دونك نحيو هذا الزائد. ومن بعد ثاني الكبر كاين اللي يدير 3 صباع وكاين اللي انا ندير زوج برك حبيتها تكون لي صغيره. وقطعوا اللوز تاعكم حتى الموس. شوفوا كي يعود يلصق هكذا نبغوه بالفرينه باش ما يقطع ما يفزدلكمش العجينه ويجيكم سهل في الخدمه. ولا الاولى كي تقطعوها هي اللي قيسوا عليها ولا ورايحه حتى تكملوه كامل كما راكم تشوفون. بعد انا هنا بالكوبات ولا كان لصق لكم وسيوه بالفرينه ونحيوه بالكوبات. وشوفوا راني نخدم بالفرينه، نمسح حبه اللوز بالفرينه من تحت ونكربحها بيدي باش تولي لي بومبي. والقراني هذوك نزيد نضغط عليهم منا ومنا، نعدل الحبه تاعي ونحطها في بلاطو اللي يكون فيه ورق الطهي باش ما يلصق لكمش. لازم ورق الطهي. والفرن راني شعلت عليه على 160 درجه يسخن هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا لي بو هذوك اللي دائما يجيوكم زوج قراين خارجين شويه، من بعد اضغطوهم كي تعودوا تعدلوا في المقروط تاعكم. دخلوه في الفرن حتى يصفر. انا هنا الاضاءه بزاف مي راه اصفر من اللوط ومن فوقه مع يصفر. طفيو عليه. وكما قلت لكم الفرن ما لازمش يكون قوي، ديروه بين 150 ل 170 على حسب الفرن تاعكم. لا عاد كما نقولوا فرن ما يحماش بزاف ديروا 170، ولا عاد قوي قادر ديروا على 150 160. انا نتاعي قادر درتو على 160. ونجي هنا للسكر، على بالكم يحتاج سكر بزاف للتلباس كما نقولوا. هنا درت كيلو كامل غربلتو، درتو في تجره كبيره ولا حاجه كبيره. والسيرو ثاني كما قلت لكم هاو برد تماما، ثاني نجيب نوجدو نحطو قدامي.
فوالا وجدوا كلش قدامكم. وبداو انا هنا دوك المقروط لازم يبرد تماما، المقروط والسيرو لازم يكونوا باردين، سورتو المقروط يعني لازم يكون بارد، ومام السيرو ثاني لازم يكون بارد. وضغطوا اغطسوه في السيرو هكذا ميم با كيلكو سكوند، يعني لحظات برك 3 لحظات 4، وجبدوا قطروه في الصفايه ولا كسكاس. فوالا اللوحه كذا قداش وحده ضربه وحده نقلبهم، نزيد نعاود نقلبهم ونخرجهم كما راكم تشوفوا. واللي حابه المقروطه تاعها تاع اللوز ما تاكلوش تو سويت، استنى يعني توجدوه من بعد رايحين ياكلوه بعد 15 يوم ولا 10 ايام. ما ديروش سكر تو سويت، خليوه في باطاط وكتعودوا رايحين تاكلوه كساعه ديروا له السكر. شوفوا هنا درت قطرته حتى في ورق الماس، ومسحت له هذاك الزيت تاع السيرو باش ما يهزليش السكر بزاف، باش تجيكمش القشره هذيك تاع السكر خشينه بزاف من بعد كي يبس. ومن بعد تحطوه في اللوز هكذا، عفوا في السكر سكر غلاس، وقلبوه بالعقل هاو الطريه بشويه، وخليوه هكذا مده 10 دقائق ولا ربع ساعه، ووليو عطيولو تقليبه اخرى. عودوا العمليه هذه 3 مرات حتى ل4 باش يهزلكم السكر. فوالا وينشف ثاني السكر عليه هكذا. نخليه ونروح هكذا 10 دقائق ونولي ليه نروح نقضي حوايجي 10 دقائق ربع ساعه، ونجي نعطيلو تقليبه بشويه ديليكاتمون باش ما يفزد لكمش. فوالا ونخليه. ومن بعد هنا نزيد ندير المرحله هذه ثانيه، نزيد شويه سكر من فوق، وبلاطو قدامي فيه سكر نبدا نحي ونشوف، نمسح السكر ونحطه في البلاطو. وهنا في هذه المرحله اللي ما قبل الاخيره نمسحو ونحطو في البلاطو، ونشوف الا كان مازال محتاج السكر نزيد نبغ عليه ونستنى عليه 10 دقائق وكسا نحيه، ولا عاد مليح نحيه برك نزيد نمسحو وخلاص. فوالا مسحو هكذا من تحت من فوق بشويه وبالعقل يعني باش ما يفزد لكمش. نحيو منا ومنا، نحيو من تحت من فوق، مسحوه كامل وحطوه اكوتي في البلاطو. فوالا كذا كما راكم تشوفوا يعني بشويه. يعني الحلويات هذه التقليديه تحب الصبر وتحب تخدموها يكون عندكم الوقت يعني. هنا نبغ ثاني كميه كبيره من فوق، سما شويه مازال ناقصو السكر. فوالا وهنا المرحله الاخيره، هنايا نحط بلاطو ما فيش سكر قدامي، ونمسح الحبه مليح مليح من تحت، ونعاود العمليه كنت ندير فيها من قبل. فوالا نمسح مليح مليح ونحي ونحط في البلاطو اللي قدامي، ما ديروش فيه السكر خلاص دوكا ما سحقش السكر. فوالا ندير لهم هكذا كامل. شوفوا مسحوا بشويه بشويه. انا هنا مسرعه الفيديو مي راني نمسح دون لا رياليتي بالعقل. وهنا كي تكملوا كامل هاكم تشوفوا نزيد نبغى عليه شويه للتزيين يعني برك رشه سكر خفيفه، رشه سكر خفيفه. فوالا باش هكذا نكملوا التزيين تاعو. وديروهم بعد في كاسات، ولا كما انا هنا درت له التيلو هذاك لورغونزا، ولا تحطوه هكذا يعني نتوما احرار. نكمل كامل ونرجع لكم ان شاء الله. هاو هنا النتيجه النهائيه كما راكم تشوفوا. دوكا نقسم واحده قدامكم باش تشوفوها وتشوفوا الداخل. ولا كي تنشفوا الحبه من سيرو يجيكم السكر رقيق وما يجيكمش خشين بزاف، وكي يبرد ما يتكسر لكمش السكر هذاك. هاكم تشوفوا يجي يقعد معجن ومعسل. هذه الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وشهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.